السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ما ينفعش رمضان يعدي علينا من غير ما نعمل عجينة القطايف، ونعمل القطايف اللي هي مشهورة جدا في رمضان. القطايف لونها حلو ازاي؟ مكون بسيط، من غير خميرة، من غير تخمير، من غير وقت. لو طف عليكي ضيوف فجأة هتقومي تعمليها في نفس الوقت. بكوبايتين فقط من الدقيق هنعمل كمية حلوة قوي، تقريبا ما يعادل كيلو من القطايف. كوبايتين بس من الدقيق، حطيت عليهم معلقتين كبار من السكر، وعليهم معلقتين كبار من النشا، وهنبدأ مع بعض. هنحط كمان عليهم في مكون أساسي في الوصفة ديت، اللي هو البيكنج باودر. البيكنج باودر هو بديل الخميرة، وهيخلي لي العجينة حلوة قوي، ومش هتاخد معايا وقت ولا تخمير، وكمان هيظبط العجينة، هيخليها حلوة قوي. زي ما قلت لك، لو طب ضيوف عليكي فجأة تقدري ان انت تقومي تعملي العجينة دي في منتهى السهولة في البيت. هبدأ ان انا احط المية، وهبدأ ان انا اقلب كده بالتدريج. حطيت كمان ذرة من الملح، بس نسيت اصورها معاكم. وهنبدأ ان احنا بنحط المية تدريجي، وهنبدأ نقلب. المرحلة دي لو في الخلاط اكيد هتكون افضل، هتسرع معاكي الوقت، لكن انا قدرت ان انا اعملها بالمضرب العادي علشان الناس اللي هي هتستصعب اي حاجة. هي مفيش حاجة صعبة، وهتقومي تعمليها على طول. اول ما تخلصي الفيديو ده هتقومي تعمليها بمنتهى السهولة. اهي ضربتها بالمضرب العادي، هي تقريبا اخدت معايا نص لتر من المية. وهنبدأ ان احنا هوريكم قوامها كده بالمعلقة، هتشوفوا شكلها عامل ازاي. بتنزل كده خيوط كده، عجينة شبيهة بعجينة الكريب، لكن هي اهي بتكون متواصله كده، الخيوط كده كده. يبقى انا المقدار بتاعي مظبوط، ومش محتاجه اي اضافات. بجيب الازازه ديت. الازازه دي اسمها زجاجه كاتشب، بتتباع عند اي محل مستلزمات ادوات منزليه، او من اي محل سوبر ماركت. هي ازازه اسمها زجاجه كاتشب، بيتحط فيها او صوصات، بيتحط فيها اي كاتشب او صوصات. بتبقى ايه، سهله وبتتباع رخيصه يعني. طب لو ما عندكيش ديت، هتبداي ان انت تجيبي ازازه ميه عاديه، وتعملي ثقب في الغطا بتاعها، وتبداي ان انت تشتغلي. طب لو ما عندكيش اي ازازه خالص ومفيش اي امكانيات، كيس بلاستيك عادي، كيس تلاجة، وتحطي فيها العجينه، وتقصيها طرفها بالمقص طرف صغير جدا، وهتبداي ان انت تعملي. مفيش حاجه هتوقفنا يا جماعه. كده خلاص، كده انا صبيت المقدار كله بالقمع في الازازه، وهبدا ان انا اشتغل فيها زي ما انتم شايفين. طاسه بقى تيفال او جرانيت، او اي طاسه غير لاصقه. وهبدا ان انا مسحه زيت خالص كده بمنديل، وهبدا احط كده القطايف زي ما انتم شايفين، وهتحكم في المقدار زي ما انا عايزه، سواء كبيره او صغيره انا اللي هتحكم فيها. طبعا شايفين اللي انا لسه عاملاها دلوقتي، والباقي اللي هو خلصان. بصوا شايفين لونها اول ما بخرجها وبشيلها، بحطها في كيس بلاستيك. طيب، اعرف منين انها استوت؟ حضرتك لما بترفعي العجينه كده الواحده من تحت، اول ما بيختفي اللون العجين الابيض السائل ده من على الوش، بتبداي ان انت بترفعي من تحت كده، لقيتيها لونها احمر، اللون الحلو الجولد ده، بتشيليها وتحطيها في كيس بلاستيك، او بتحطيها على قطعه قماش نظيفه، وبتغطيها بفوطه بحيث ان هي تفضل محتفظه بطريانها، لان القطايف زيها زي الجلاش، لو نشفت مش هينفع نشتغل بيها. طبعا انا وريتكم هنا ان انا بجيب مسحه زيت بقطنه بمنديل كده مطبخ، وابدا امسح الطاسه كده، بحيث ان هي بس تبقى ايه، تساعد معايا ان تديني اللون الحلو من تحت، وفي نفس الوقت ما برضو احافظ انها ما يكونش تلزق فيها برضو اي حاجه. بصوا، انا هنا ما قطعتش الفيديو، زي ما انتم شايفين اول ما بيختفي اللون الابيض ده السائل، وبتكون العجينه خلاص تماسكت، وبقلبها ايه بلاقي لونها احمر بالشكل ده، خلاص كده تبقى خلصت. بصوا، بحطها في كيس زي ما انتم شايفين كده، اهي طريه جدا جدا، بجد حلوه قوي، من انجح الوصفات، جربوها. الكمية عملت معايا حوالي كيلو الا ربع او كيلو. والحشو زي ما انتم شايفين، حطيت جوز هند على بندق مجروش، وهنبدأ ان احنا وحبة من السكر، وهبدأ ان انا احشي القطايف. تقدري تحشيها من النوتيلا، تقدري تحشيها مكعبات من الشوكولاتة، او من البلح الطري، وتبدأي تحشي القطايف، هتديكي
شايفين هنا بوريكم شكلها ولونها حلو قوي بجد، من انجح الوصفات. انا بدات ان انا اول ما تحشي القطايف تقليها على طول، وتكوني مجهزه الزيت علشان تبداي ان انت تقلي، وتطلعيها من الزيت تحطيها في الشربات اللي هو عباره عن كوبايه من السكر وكوبايه من الميه، واول ما يغلي عصره نص ليمونه، وقبل ما اطفي رشه من الفانيليا. هبدا ان انا خلاص كده حشيتها واقليها. ما تسيبيش القطايف تتركن علشان ما تبصي منك. بجد جربوها، من انجح الوصفات. انا عندي الولاد حبوها بالشوكولاته قوي لانها يعني ايه جديده، وطبعا الولاد بتحب الشوكولاتات. بجد عايزاكم تجربوها. يلا قوموا اتنشطوا واعملوها دلوقتي. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده انا بقدمها لكم. وما تنسوش الفيديوهات اللي جايه قويه جدا. تابعوني، مع السلامه.